السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. عاملين ايه يا رب؟ دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الكفتة بطريقة حلوة قوي، كمان هنضيف لها مكون هيخليها طرية قوي في منتهى الجمال، كمان هيخليها متماسكة ومتفكش مننا خالص، وهيزود معانا الكمية. وهنعمل جنبها كمان المكرونة المحمرة بطريقة حلوة قوي هتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. اول حاجة هجيب طبق فيه شوية من المية، وهجيب رغيف عيش واحد. الرغيف ده بقى سواء متسخن قبل كده او ناشف او طري مفيش مشكلة، المهم ان احنا هنحطه يبوش في شوية مية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هناخده دلوقتي هنركنه على جنب خالص. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا بصلة كبيرة فرمها في الكبة فرم ناعم خالص وعصرها من المية اللي فيها، كمان معلقة من الثوم المفروم الناعم، كمان برضو قرن فلفل اصفر وقرن فلفل احمر فرمهم في الكبة كويس وعصرهم برضو، معلقتين كبار من ورق البقدونس، معلقة من الكزبرة الناعمة، معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من السبع بهارات، معلقة من توابل الكفتة، معلقة من توابل ماجي، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد كده هنزل عليهم بقى برغيف العيش بعد ما باش عصرته كويس قوي من كل المية اللي فيه، وهضيفه عليهم. وهو ده المكون اللي معظم المحلات بتستعمله مع الكفتة، بيخليها طرية من جوه، كمان بتفضل متماسكة. كمان معلقة البيكنج باودر مهمة جدا، مش هتخلي الكفتة مكتومة خالص. بعد كده هضيف عليهم بيضة واحدة. مش عايزة اقول لكم بقى الكفتة بالخلطة دي بجد بيبقى طعمها خطير، بتبقى تحفة جدا. وما تقلقوش من رغيف العيش، مش هيبان في اللحمة خالص. احنا حاطين على نص كيلو، هو رغيف واحد صغير مش هيبان، بس بالعكس هيخلي الكفتة بتاعتنا جميلة جدا، وهتجربوا وهتشوفوا بنفسكم. في ناس بتحط بقى عيش اكتر من كده بس مش مستحب. هنمسك الكلام ده كله بقى نعجنه كويس قوي بايدينا لحد ما كل حاجة تنعم معانا وتتماسك كده كلها في بعضها. خلاص كده زي ما انتوا شايفين الكفتة نعمت معايا خالص اهيت. خلاص كده نقدر نشكلها بقى على طول. اهم شيء انها تبقى ماسكة في بعضها كده وما بتفلقش او تشقق منك او تلاقيها بتفرول كده وتقع. اهم شيء تبقى ماسكة قطعة واحدة وناعمة خالص كده في ايدك. اهم شيء نعجن فيها كتير قوي لحد لما تنعم معانا خالص. هركنها بقى دلوقتي على جنب. بعد كده هنروح بقى عشان نعمل المكرونة. هتجيبي اي نوع مكرونه عندك وهتحطي معلقتين 3 كبار من السمنه. بعد كده هفضل اقلب فيها باستمرار، ما اشيلش ايدي خالص غير لما تتحمر كلها. خلاص كده المكرونه اتحمرت معايا اهي زي ما انتوا شايفين. نفضل نقلب فيها لحد ما تتحمر كلها. بعد كده هنكون مجهزين جنب مننا الطماطم ضربينها في الخلاط. انا حاطه على كيلو المكرونه 5 حبايات طماطم كبار، وبصلايه كبيره، و3 فصوص كبار من الثوم. هضرب كل ده مع بعضه في الخلاط لحد ما ينعموا خالص. بعد كده هحطهم على المكرونة اول ما تحمر على طول. واول ما هنزل بالطماطم هوطي النار خالص على ما احط التوابل بتاعتي. حطيت هنا نص معلقة من الفلفل الاسود، وهحط معلقة من البابريكا، ودي طبعا بتزود لون المكرونة بتخليه تحفة. وهحط نص معلقة من الكمون، وهحط مكعبين من مرق الدجاج، ومعلقة من الملح. وهكمل بالمية على طول. لو موجود مرقة هتكملي بيها وهتشيلي مكعبات مرق الدجاج. هنقلبها بقى ونظبط ملحها بعد كده، وهنغطي عليها. واول ما هتغلي غلوة واحدة هنوطي عليها النار على طول. واول ما هتتشرب هنرجع نقلبها كمان مرة، وهنغطي عليها ونسيبها بقى تكمل سوا براحتها. وعلى ما المكرونة تستوي هروح بقى علشان اشكل الكفتة. جبت صينية كبيرة زي ما انتوا شايفين، وطبق فيه شوية من الزيت. هندهن ايدينا بقى بالزيت كويس. بعد كده هنصبع بقى الكفتة بالطريقة اللي انت عايزاها. لو حابة تعمليها صوابع مفيش مشكلة، بس افضل حاجة لطريقة الكفتة دي ان انتي تعمليها مدورة كده شبه البرجر. هعملها رقيقة حلوة كده علشان تستوي معايا بسرعة، برضو ما نرققهاش قوي علشان لما تيجي تقلبيها ما تتقطعش منك. كمان ما نعملهاش تخينة او مليانة قوي علشان ما تستويش من بره ومن جوه تبقى نية. كمان هقولك على فكرة حلوة قوي، لو الكفتة كشت منك وانتي بتحمريها في الزيت. هنعمل اختبار للكفتة الاول. هناخد واحدة من الكفتة وهنحمرها الاول لوحدها. لو لقيتيها كشت هتعملي الفكرة اللي هقولك عليها دي. هتجيبي الكفتة وهتحطيها كلها، ترصيها كلها بسرعة في الزيت والنار سخنة. يدوب هتاخد بس صدمة على الوش الاولاني،
وتقومي قلبها بسرعة تاخد صدمة على الوش التاني. يدوب بس هنسيبها تلون من على الوشين، حاجة خفيفة خالص، وهنقوم شايلينها على طول ونسيبها لحد ما تبرد تماما. وبكده هنبقى سخنا أنسجة اللحمة قبل ما تكش، هنبقى شلناها، وأول ما هتبرد هتفضل على الوضع اللي هي فيه. بعد كده هناخدها على الزيت تاني علشان نحمرها وتكمل سوا. بالطريقة دي عمرها ما هتكش معاكي تاني أبدا. بعد كده هحط بقى الطاسة على النار وهحط شوية من الزيت صغيرين مش كتير، واول ما الزيت يسخن هنزل بالكفتة على طول. خلاص كده اول ما تاخد اللون الحلو ده هقلبها على طول. وطبعا النار بتاعتنا هتبقى نار وسط، ما هياش عالية علشان الكفتة تستوي معانا براحتها. وبكده ابقى خلصت، وده الشكل النهائي للمكرونة وللكفتة. وزي ما انتوا شايفين الكفتة سواها حلوة قوي، الفلفل الالوان عامل فيها الوان كده مخلي شكلها تحفة. مستوية من بره وطرية وحلوة كده من جوه، ما هياش ناشفة. بجد طعمها وريحتها تحفة جدا. مش عايزة اقولك رغيف العيش البلدي ده بجد بيخليها حلوة قوي. امشوا على المقادير دي وبجد هتاكلوا احلى كفتة. اما طريقة المكرونة المحمرة دي بقى طعمها في حتة تانية خالص، بجد طعمها تحفة جدا في منتهى الجمال. البصل مع الثوم مع الطماطم بيدوها طعم وريحة خطيرة. بعد كده هشكلهم بقى بعودين من الشبت او عودين بقدونس الموجود عندك، اي حاجة تخلي شكلها حلو في التقديم. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وما كنش طولت عليكم. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.